مش انت بتقرأ كتير إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ مش بتقرأ ده؟ يبقى إذن الله عز وجل يصعد إليه عملك، وانت بتشهد أن الله عز وجل عالي، مش كده؟ مش انت بتشهد بده وتثبت اسم الله عز وجل المتعال، مش كده برضو؟ وتقول سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، مش كده؟ مش كل ده؟ تقوم تدرس في العقيدة بقى أن العلو فيه علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر، مش كده؟ طيب مش احنا حفظنا ده؟ أخبارك إيه بقى بعد الصلاة يا أستاذ وهي الصلاة بتترفع؟ مش ده عمل صالح؟ أنت أول ما قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، راحت الصلاة طالعة منك يصعد بها إلى السماء، وانت بتشهد يخمزز، خلاص صحي صباح الفل يا حاج. وانت بتشهد ان الصلاة هتتعرض في ملأ. بص ابن القيم بيدقق ازاي، معروض عليه بين خاصته واوليائه. ده عشان ابن القيم قاعد يفكر، بس الكلام ده مش موجود في كتب العقيدة، بس هو قاعد يفكر الصلاة اللي انا صليتها صلاة العشاء دي دلوقتي طلعت وعرضت على الله، وجبريل بقى واقف وإسرافيل واقف وميكائيل واقف وأطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. ده وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملك العلوي حاجة محتاج زمن تقعد تفكر في خلق الملائكة. الصلاة بتاعتك دي تطلع بقى صلاة الأخ محمد أحمد عوض، صلاة الأخ عوض طالعة دلوقتي، تقوم طالعة الصلاة طالعة كده تصعد والملائكة طالعة بيها، وتلاقيهم يتساءلون بين السماء والأرض. ما عنديش أدلة بكده، بس عندنا أدلة في الموت. مش هو طالع كده بيقولوا روح مين دي؟ أصل الملائكة حراس. لما النبي طلع مع سيدنا جبريل وخبط سيدنا جبريل قال له من؟ مش كده؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أو قد أرسل إليه؟ قال له نعم. قال مرحبا ولا نعم المجيء جاء، وراح فتح. مش حديث في الصحيحين؟ فهو يبقى انا باخد الانطباع دوت، حراس بيسالوا انت داخل فين ورايح فين فادي الصلاه اهي. انت تتوقع بقى اول ما قلت السلام عليكم ورحمه الله طلعت من الصلاه خلاص اهو. تحليلها انت خلاص تحليت، ما انت تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، طلعت منها. اما الصلاه طالعه ايه؟ بعد ما صليت اخذك هذا المشهد، اول ما قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، وقمت قاعد كده تصورت بقى ان صلاه العشاء بتاعت الليله دي طالعه اهي. يا ترى الملأ الذي بين السماء والأرض بيقولوا عليها ايه؟ بيطلعوا كده يقول لك الصلاة دي بتاعت الأخ عوض. مين اللي قال لك؟ بقى كل يوم بتطلع الريحة دي، تطلع الصلاة برائحتها العابقة، برائحتها الجميلة، برائحتها هو دي عارفينه. برضو ايه اللي خلاني اقول انا كلمتين؟ اصل ده كلام برضو كلام غيبي، ما ينفعش ان انا اقول باللي بتصوره، لازم يبقى فيه نظر. لما سيدنا يونس دخل في بطن الحوت، وبيقولوا بقى المؤرخون بلع الحوت، حوت كمان اكبر منه، فبقى في ظلمات بعضها فوق بعض. سمع تسبيح السمك فحس ان انا سبت القريه ومشيت ازاي؟ ده كنت لازم استأذن. ففاء الى امره عليه السلام، راح قايل ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الملائكه سمعت صوته ومش شايفاه. فقال الله عز وجل أتدرون صوت من هذا؟ قالوا أي ربي نعلم الصوت ولا نعلم الشخص. الجسم بتاعه مش عارفين ده مين، إنما ده صوت مين؟ قالوا الصوت ده كل يوم بيدعي، احنا عارفينه بس مش عارفين هو مين. أنا ما شفتوش عشان أعرفه بس يعني. فقال الله عز وجل هذا عبد يونس بن متى. قالوا الرجل الصالح الذي يصعد إليه في كل يوم عمل صالح. عارفينه ولا ايه؟ بس احنا عارفينه. هل شهدت ده بعد الصلاة؟ أنا أظن بقى اللي بيشهد ده بعد الصلاة مش هيخلص الصلاة ويروح بص اللي جنبه عامل إيه ويسوي إيه ويكلمه ولا لأ. هتلاقي علينا السكينة والوقار، كل بهمه. واحد كان سرحان وفاق لما الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، فخلص الصلاة بدموع عينه وقال يا خسارة. هتطلع قدام ربنا سبحانه وتعالى، تعرض عليه كده الملائكة وهي بتقدمها، يقول له أي ربي صلاة سودة غافلة من واحد كان تايه من أول ما كبر لحد ما سلم، بعد ما سلم فاق إن هو سلم.
طب هو ما تعشاش؟ لا يا رب عشيته. هو ما معهوش فلوس؟ لا يا رب مديله. نعمي واصلاله؟ ده أسبغت عليه نعمك ظاهرة وباطنة. طب أنا أسبغ عليه نعمي ظاهرة وباطنة ولما أقول له صلي لي يصلي كده؟ لما تتصور أنت ده بقى. قال الشعبي منذ 20 سنة ما أذن للصلاة إلا وقد أخذت لها أهبتها. متوضي وجاهز وقاعد جوه الجامع واقف الصف الأول، إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما دخلت في الصلاة قط إلا حملت هم الخروج منها، وما خرجت من صلاة قط إلا استحييت من الله كمن قام عن الزنا. تصور واحد مجهز للصلاة كده ولما يخرج منها ويفتكر إن هي طالعة بتعرض على الله دلوقتي في وسط الملأ، يا دي الكسوف. يقول ابن المبارك في الزهد: كان أبو بكر لا يدخل الخلاء إلا متقنعا، حط على دماغه طاقية، حط على دماغه شال. فسئل في ذلك فقال: أستحيي من الله عز وجل. شفت استحضار أن الله ينظر إليك؟ أهو كده بقى تبقى أنت درست الوسطية فعلا. كده تبقى أنت درست الوسطية بقى. ده مقام من مقامات الإيه؟ العلو. عملك وهو طالع هتعمل فيه إيه؟ عشان كده وأنت قاعد بقى النبي عليه الصلاة والسلام اداك شوية مقومات. ايه المقومات؟ قال لك سبح بعد الصلاة 33، اقرأ آية الكرسي، أعظم آية في القرآن ويحبها الله عز وجل. ليه؟ لأن فيها ثناء عليه وتعظيمه، واخد بالك؟ فأنت تقولها وتقول يا رب بس يا رب تنجح الصلاة، بس تنجح الصلاة دي، فمشغول بأنك تقول أذكار الصلاة كلها. واللهم أنت السلام ومنك السلام. مش قال له كده يا معاذ والله إني لأحبك؟ فهقول لك كلمة خد بالك منها بقى، إني لأحبك. فهقول لك حاجة فاسمعها كويس، اصل انا بحبك، فهقول لك حاجه. كلمه اني احبك ده عشان افتح سمعك بقى، خد بالك من اللي هيتقال لك. قال له ايه بقى عليه الصلاه والسلام؟ لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم انت السلام ومنك السلام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني، افتقار شديد. اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني إيه؟ يعني يا رب سلم الصلاة دي، يا رب تطلع وتتقبلها بجودك وكرمك، سلمها لي. زي ما بتخش الحرم كده وتقول اللهم أنت السلام، ولا بتشوف تقول يا رب سلم العمرة، يا رب سلم الحج، يا رب سلم. مش كده ولا لأ؟ فأنا ما أظنش إن الأخ اللي شاهد ده هو درس ده يخلص الصلاة ويفضل يكلم في اللي جنبه ويفضل يقول للي جنبه، أو يقوم يسلم عليا مثلا. المفروض تستنى ما نختم. طيب عشان كده الصحابة سموا الناس اللي بيمشوا على طول سموهم ايه؟ صلوهم السرعان. العالم اللي بتصلي وتمشي على طول قال ده سرعان، مع انه هو ممكن يبقى هو الصحابة يعني مش هيسبحوا، ما هو بيسبح وهو ماشي، بس لا كنت قعدت واستنيت لتحكم امر صلاتك. ده باب